فنانين مؤيدين للثورة السورية. فدوى سليمان وصل بها الأمر إنها قصت شعرها عشان ما يتعرفش عليها النظام، وهدفت واحد الشعب السوري واحد. مشيت من سوريا وراحت باريس وتوفت هناك. الفنانة كندا علوش انتقدت النظام وأيدت الثورة، فشنوا عليها حملة إساءة واسعة وهاجموها واستبعدوها من مسلسل الدبور. الفنان حاتم علي لما اتسأل عن الأحداث في سوريا قال سوريا مش بخير، فاعتبروا بعض الناس أنه معارض، لكنه لم يظهر معارضته مباشرة. لكنه بعد وفاته نقابة الفنانين في دمشق لم تنعيه ولم تشيعه. الفنان خالد تاج عارض النظام واتكلم بكل جرأة وشجاعة، وتوفى في مستشفى الشامي بدمشق في ظروف غامضة. والفنان جمال سليمان عارض النظام وغادر لمصر بعد تهديدات، وانضم للائتلاف السوري المعارض. أما إطارة السورية ميز كاف اعتقلوها، وسابت سوريا بمساعدة الثوار حتى ماتت في فرنسا. الفنان عبد الحكيم قطيعان انسجن 9 سنين، هو اللي عمل أغنية ثورية أخذت مشاهدات مليونية. والفنان مكسيم خليل هو وزوجته الفنانة سوسن أرش سابوا سوريا بعد ما كانوا على قائمة المطلوبين. والفنانة يارا صبري أيدت الثورة هي وجوزها، وسافرت وسابت البلد بعد تضييق النظام عليها.